أهلا بكم ولادي طلبة أولى ثانوي. رجعنا لكم مع المنهج الجديد. طبعا ولادنا بتوع طلبة المنازل اللي هم بيكون ليهم اهتمام كبير جدا معايا، وعلشانهم أنا ببتدي أعمل سلسلة الفيديوهات دي في شرح منهج الفلسفة والمنطق. هبتدي معاكم النهاردة المنهج عن بيكون. بيكون ظهر في عصر النهضة. نادى بيكون في الوقت دوت بشعار اللي هو شعار المعرفة قوة. ليه؟ في عصر النهضة بدأت الحاجة إلى منهج جديد يناسب الاختراعات والتطورات اللي ظهرت في الوقت دوت، لأن منهج أرسطو أو القياس الأرسطي زي ما قال بيكون هو منهج عقيم لا يؤدي إلى معرفة جديدة ولا يأتي بأي جديد، فنحن بحاجة إلى منهج آخر يؤدي إلى التطور وإلى الاختراع والابتكار. أسس بيكون منهجه على جانبين. أول منهج أو أول جانب اللي هو الجانب السلبي أو الهدمي، أو ناخد بالنا من الكلمة دي، أو الجانب الشكي، يعني الجانب اللي فيه شك. هذا الجانب السلبي أو الجانب الهدمي أراد به بيكون إيه؟ إنه يشكك الإنسان في كل المعلومات السابقة اللي كانت موجودة عنده. وفي هذا الجانب السلبي أو الهدمي أو الشكي أراد به إنه يزيل كل الأخطاء اللي كان بيقع فيها الإنسان. في هذا الجانب السلبي قال بيكون إن في عندنا 4 أخطاء أو 4 أوهام بنقع فيها وبتدينا معلومات مضللة. أول جانب أو أول وهم أو أول وثن زي ما بيسميه بيكون، أول حاجة قال لي أوهام الجنس البشري أو أوهام القبيلة. أوهام الجنس البشري دي أوهام فطرية عامة. الأوهام دي فطرية بيولد الإنسان بيها، عامة بيقع فيها كل البشر نتيجة لإيه؟ نتيجة لطبيعة الإنسان البشرية الناقصة. يبقى دي أوهام فطرية بيقع فيها الإنسان نتيجة للطبيعة الإنسانية الناقصة. الإنسان في هذا الوهم أو في هذا الخطأ بيلجأ إلى بعض الشواهد لا لأنها صحيحة، ولكنها لأنها تؤيد وجهة نظره بغض النظر عن ما إذا كانت صحيحة أو خاطئة. يعني الإنسان بيميل إلى الشواهد والأدلة التي تدعم وجهة نظره الخاصة وليست للشواهد والأدلة الصحيحة. هذه الأخطاء أو هذا الوهم اللي هو وهم الجنس البشري أو أوهام القبيلة بنقدر نستدل عليها إزاي؟ سرعة تصديق الأحكام أو سرعة إصدار الأحكام دون نقد أو تروي أو دراسة. سرعة تصديق الشائعات التي تنتشر بسهولة بنصدقها بدون فهم وبنميل إليها. يبقى ده أول وهم أو أول خطأ اللي هو الجنس البشري، أخطاء فطرية عامة بيقع فيها كل الإنسان نتيجة لطبيعته الناقصة الذاتية، والإنسان بيلجأ فيها للشواهد والأدلة التي تدعم وجهة نظره وليست لأنها صحيحة. طيب الجانب الثاني أو الوهم الثاني اللي هي بقول عليها أوهام الكهف. قال لي أوهام الكهف دي مش أوهام فطرية وليست أوهام عامة، لا دي أوهام فردية خاصة وبتكون مكتسبة، يعني الإنسان بيكتسبها في حياته. زي إيه؟ الإنسان من خلال بيئته اللي نشأ فيها
بيرث بعض المعتقدات، بيرث بعض العادات والتقاليد التي تؤثر في وجهة نظره الذاتية. كل واحد فينا بيفسر الأشياء أو بيفسر الظواهر الطبيعية، بيحكم على المشكلات من خلال وجهة نظره في المجتمع اللي نشأ فيه. يعني مثلا نلاقي بعض الشباب يقولك هو في راجل من غير ما يكون ماسك تجارة؟ الراجل معناها تجارة. ليه؟ لأنه نشأ في بيئة بتدعم هذه النقطة. في بيئة تانية يقولك لا، الإنسان بيكون بمقولته، بتعليمه، بتصرفاته، بغض النظر تجارة ولا غير تجارة، دي التجارة دي حتى مضرة بالصحة. هنلاقي في بعض المناطق وخاصة زي مناطق القرى والأرياف بنلاقيها ما بتؤكدش أو ما بتدعمش تعليم الفتيات، بالنسبة لهم دي نقطة ثانوية غير مهمة. لكن لما نيجي في الحضر بنلاقي إن تعليم البنت ده شيء مهم. كل واحد بيفسر المشكلة الاجتماعية دي، سواء تعليم البنت، شرب السجاير أو ما إلى ذلك، حسب وجهة نظره، حسب المجتمع اللي خاص بيه اللي نشأ فيه. عشان كده بقول عليها إيه؟ الكهف، شيء خاص بيا أنا. عشان كده بيجي توفيق الحكيم بيقول لنا بيولد الإنسان صفحة بيضاء، ولكن هذه الصفحة بتلوث بالمعتقدات والعادات والتقاليد التي ينشأ فيها الإنسان ويتربى عليها. يبقى دي الوهم الثاني اللي هي أوهام الكهف. ثالث وهم بيقول عليه بيكون أوهام السوق. أوهام السوق دي نبهنا بيها بيكون جدا. أوهام السوق هي الخاصة بأوهام أو بأخطاء اللغة التي يقع فيها الإنسان نتيجة لأن اللغة يوجد بها بعض الكلمات التي ليس لها معنى، زي الغول، العنقاء، الرخ، أمنا الغولة، كل الحاجات دي. عندي ألفاظ تانية لها أكثر من معنى ولها أكثر من مدلول، يعني مثلا كلمة جبن، كلمة ساعة، كلمة ساكن، كل هذه الألفاظ بتحمل أكثر من معنى. جبن قد تحمل الجبن الذي يؤكل، وتحمل أيضا الجبن اللي هي صفة الخوف أو عدم الشجاعة. ساكن اللي هو الشيء الساكن الذي لا يتحرك، وفي نفس الوقت الشيء الساكن اللي هو الإنسان الذي يسكن في العمائر. نتيجة لهذه اللغة التي يوجد بها أشياء كثيرة، بيقع الإنسان في فهم بعض المصطلحات، وبالتالي بينشأ عن ذلك أخطاء في التفكير. حذرنا بيكم من أوهام السوق أو أوهام اللغة، وقال عليها أشد وأخطر الأخطاء. ليه؟ لأن دي اللغة إحنا اللي بنتواصل فيها وبنتعارف بها على بعض. فإذا كانت لغة التواصل بها غموض، فإن تعارفنا وتواصل الأفكار بيننا وبين الآخرين بيكون بها أيضا غموض. أشهر من تلاعبوا باللغة وبأخطاء اللغة هم السوفسطائيين أو جماعة السوفسطائيين اللي استغلوا قدرتهم على التلاعب بالألفاظ وإثبات الباطل حق والحق باطل. يبقى ده الجانب الثالث أو الخطأ الثالث اللي حذر بيه بيكون، وهي أوهام السوق. رابع خطأ أو رابع وهم عند بيكون قال اللي هي أوهام المسرح. ما هو المقصود بأوهام المسرح؟ في النقطة دي كان بيكون بيوجه النقد لأرسطو والنظريات الأرسطية. قال لي أوهام المسرح هو اتباع الناس لآراء السابقين أو القدماء عليه، وفرض بعض المذاهب على العقول والأفكار، واتباع الناس لهذه المذاهب النظرية بغض النظر عما إذا كانت صحيحة أو خاطئة. هو اتباع الجمهور واتباع القدماء. مثال زي إيه؟ زي ما جاليليو رفض النظريات الأرسطية ونادى بخطأها، لكن فضلت أوروبا في العصور الوسطى ترفض نظريات جاليليو لأنها بتناقض نظريات أرسطو.
كده هنا عاملين زي ايه؟ زي ما يكون حد قاعد في مسرح، والناس اللي بتمثل دي بتدينا آراء وبتدينا أفكارها بغض النظر عن ما إذا كانت صحيحة أو خاطئة، وإحنا بنستقبل هذه الأخطاء. أوهام المسرح هي أوهام بيقع فيها الفرد نتيجة لاتباعه آراء السابقين أو آراء القدماء دون نقد أو تحليل. ده الجانب السلبي أو الهدمي أو جانب الشكي اللي بدأ بيه بيكون. بعد ما هدم بيكون كل الأخطاء اللي بيقع فيها الإنسان، بدأ ينتقل، خدوا بالكم من الكلمة اللي هقولها دي، من الجانب السلبي أو الهدمي إلى الجانب الإيجابي، أو انتقل من الجانب الشكي إلى الجانب الإيقاني أو جانب البنائي الذي كان أكثر فاعلية في منهج بيكون. إيه هو الجانب البنائي أو الجانب الإيجابي أو جانب التأكد عند بيكون؟ الجانب البنائي أو الإيجابي عند بيكون أو جانب الخطوات البحث عند بيكون، حددها بيكون في هذه الخطوات. أول حاجة ببتدي أعمل إيه؟ الملاحظة وجمع المعلومات عن الظاهرة موضوع الدراسة. جه بيكون قال لي أنا لو عايز أدرس ظاهرة أو عايز أدرس شيء، أبتدي الأول بلاحظ الظاهرة اللي أنا عايز أدرسها وأجمع المعلومات. طيب أنا بلاحظ الظاهرة بإيه؟ بستخدم فيها إيه؟ بستخدم فيها الحواس. خدوا بالكم لما بقول لك خدوا بالكم من النقطة دي، يعني معناها إن في سؤال بيجي على الجزئية دي. أول حاجة في الجانب البنائي أو الإيجابي أو خطوات البحث عند بيكون هي جمع المعلومات، الملاحظة وجمع المعلومات. بستخدم في الملاحظة إيه؟ بستخدم فيها الحواس. يبقى أول خطوة بيستخدم فيها بيكون الحواس في ملاحظة الظاهرة التي يريد دراستها. فليكن مثلا ظاهرة الحرارة، ببتدي ألاحظ الظاهرة وأجمع عنها المعلومات. لما بيجمع بيكون المعلومات أو الإنسان لما بيجي يجمع معلومات عن ظاهرة، بتبقى المعلومات اللي جمعها ديت عبارة عن أفكار كثيرة أو جيش متزاحم وأفكار متناثرة داخل عقل الإنسان. يبقى أنا ببتدي إيه؟ الأفكار عندي بتبقى كتيرة جدا، والأفكار عندي بتبقى متزاحمة، والمعلومات عندي متزاحمة. طيب زي بالظبط كده الدولاب لما يبقى كله متلخبط على بعضه، ابتدي لازم أعمل إيه؟ ترتيب المعلومات. يبقى الخطوة الثانية المترتبة على الخطوة الأولى بعد جمع المعلومات وكم المعلومات اللي الإنسان بيجمعها، بيبتدي يعمل إيه؟ ترتيب المعلومات. يبقى الإنسان بيقوم بترتيب المعلومات ليه؟ لكم المعلومات الكثيرة التي جمعها في الخطوة الأولى. برتب المعلومات عندي في 3 قوائم. أول قائمة بسميها قائمة الحضور أو قائمة الإثبات. قائمة الحضور دي أنا بجمع فيها الظواهر اللي بتوجد فيها هذه الصفة وبوضوح. فليكن ظاهرة الحرارة، ببتدي في قائمة الحضور أو قائمة الإثبات بجمع الأشياء اللي بتتوافر فيها صفة الحرارة بنسبة 100%. زي إيه؟ زي الشمس، زي الأجسام المتحركة، زي الاحتكاك. لما بقى سقعانة وافضل أحك إيديا كده في بعضيها بص ألاقي يتولد حرارة ويبتدي إن إيديا تدخل. يبقى في قائمة الحضور أو في قائمة الإثبات بجمع الأشياء التي تتوافر فيها صفة الحرارة بنسبة 100%. بعد قائمة الحضور بتيجي عندي تاني نقطة
أو تاني قائمة اللي هي قائمة الغياب أو قائمة النفي. قائمة الغياب أو قائمة النفي هي بجمع فيها الأشياء أو الظواهر التي تنتفي فيها الظاهرة بنسبة 100%. يعني ببتدي آخد الحاجات اللي أنا لاحظتها اللي ما بتوجدش فيها الحرارة نهائي. زي إيه؟ الأجسام الميتة، زي القمر والكواكب. كل الحاجات دي لا يوجد فيها نهائيا أي نوع من أنواع الحرارة، بتنتهي فيها الحرارة بنسبة 100%. ثالث قائمة اللي هي قائمة التفاوت أو التدرج. قائمة التفاوت أو التدرج ببتدي أجمع فيها الأشياء اللي بتوجد فيها هذه الظاهرة أو بتوجد فيها هذه الصفة بين الشدة والنقصان. يعني ممكن ألاقيها موجودة فيها الصفة دي بشدة، وممكن ألاقيها الصفة دي مش موجودة فيها خالص. زي إيه؟ زي ما بص ألاقي الشمس في أول النهار الصبح الساعة 6 أو 5 الصبح، هتبص تلاقي إيه؟ درجة الحرارة قليلة وهتلاقي الدنيا ساقعة. طيب لما نيجي في منتصف النهار من الساعة 12 1 2 3 هبص ألاقي درجة الحرارة بقت عالية جدا وإن إحنا بقينا حرانين. أجي بالليل الساعة 12 1 بالليل أبص ألاقي درجة الحرارة نزلت وألاقي الدنيا بقت ساقعة. يبقى دي اللي بقول عليها قائمة التفاوت أو قائمة التدرج. ليه؟ اللي بتوجد فيها الأشياء ما بين شدة ونقصان. بعد ما رتبت عندي المعلومات في 3 قوائم، الحضور وقائمة الغياب وقائمة التفاوت أو التدرج، بعد ما رتبت وعملت القوائم دي هبتدي في الخطوة الثالثة اللي هي تحليل البيانات والمعلومات. يبقى 3 خطوة: تحليل البيانات والمعلومات. ببتدي أحلل البيانات اللي أنا جمعتها والمعلومات اللي أنا جمعتها. ابتدي أقول إيه؟ ده أنا كل ما بتحرك الأجسام اللي بتتحرك دي بتوجد فيها الحرارة، والأجسام الميتة أو الأجسام غير المتحركة والأجسام الطالبة دي ما بتوجدش فيها حرارة. يبقى أنا كده حللت وعرفت فين بتوجد الحرارة وفين ما بتوجدش في الحرارة. رابع خطوة وآخر خطوة اللي هي تفسير البيانات أو صياغة قانون والوصول إلى قانون. يبقى لو جه قال لي تفسير بيانات، التفسير هي صياغة القانون، هي الوصول للقانون. بعد ما حللت المعلومات والبيانات اللي عندي ببتدي أفسر البيانات اللي أنا وصلت لها، وأبتدي أوصل إلى قانون وأقول أن الحركة هي علة الحرارة. يبقى أنا هنا لما قلت سبب الحرارة إيه؟ هي الحركة. يبقى أنا كده فسرت البيانات أو وصلت إلى صياغة قانون أو وصلت إلى القانون. يبقى عندي الجانب الإيجابي عند بيكون، الملاحظة وجمع المعلومات. بعد كده ترتيب المعلومات، برتبها في 3 قوائم: قائمة الحضور أو الإثبات، قائمة النفي أو الغياب، قائمة التدرج النسبي. بعد كده ابتدي إيه؟ تحليل البيانات، بحلل البيانات والمعلومات اللي أنا وصلت لها. رابع حاجة تفسير البيانات أو صياغة قانون أو الوصول إلى قانون، أقول إن الحركة هي علة الحركة. هناخد دلوقتي بعض الأسئلة اللي بطبق بيها على الجانب الإيجابي والسلبي عند بيكون، ونشوف إزاي نعرف نحل الأسئلة وإزاي هيلعب لي في صياغة الأسئلة. دلوقتي بعد ما شرحنا الجانب السلبي والجانب الإيجابي عند بيكون أو منهج بيكون، هناخد بعض الأسئلة التطبيقية نطبق على الشرح الدرسي ونشوف مقدار تحصيلنا إيه. أول سؤال بيقول لي: الإنسان يعيش ويحيا في جو مشبع بالأكسجين ويموت إذا خلا الجو من الأكسجين. من هنا حكمنا بأن الأكسجين علة الحياة والتنفس.
وعندي في خط تحت علة الحياة والتنفس. يبقى معانا دلوقتي ورقة وقلم ونكتب الأسئلة اللي أنا بقولها دي دلوقتي علشان نعرف نطبق ونختار. عندي في خط تحت علة الحياة والتنفس، يدلل ما تحته خط على أحد خطوات الجانب الإيجابي عند بيكون. الجانب الإيجابي اللي عند بيكون اللي هو الملاحظة وجمع المعلومات، ترتيب المعلومات، تحليل الظاهرة، وتفسير الظاهرة. بيقول لي الجانب الإيجابي، الجزء اللي تحتيه خط ده بيدلل ما تحته خط على أحد خطوات الجانب الإيجابي عند بيكون، وهو جمع البيانات، ترتيب البيانات، ولا تحليل البيانات، ولا تفسير الظاهرة. عايزة أقول لكم حاجة للطالبات أو الطلاب بتوع المنازل علشان جايز ما يكونوش كانوا معايا في وقت المدرسة، إزاي أطلع مفتاح الإجابة من العبارة نفسها، من السؤال. بيقول لي إن الإنسان بيعيش ويحيا في جو مشبع بالأكسجين، وبيموت إذا خلى الجو من الأكسجين. من هنا حكمنا بأن الأكسجين هو علة الحياة والتنفس. حكمنا يعني توصلنا لحكم، يعني توصلنا لتفسير الظاهرة، تفسير إن الحياة، إن الأكسجين ده هو سبب أو علة الحياة والتنفس. لما تلاقي في السؤال كلمة حكمنا أو توصلنا إلى أو صغنا ما يلي، لقيتي الثلاث كلمات دول هتعرفي على طول إن ده تفسير الظاهرة. تفسير الظاهرة يعني بوصل للقانون، بوصل للحكم، بوصل لصياغة قانون. أنا لقيت عندي مفتاح إيه؟ حكمنا. يعني حكمنا، وصلنا الحكم، وصلنا القانون. يبقى طالما حكمنا وصلنا الحكم وصلنا القانون، يبقى ده تفسير الظاهرة. لأن في الخطوة الأخيرة تفسير الظاهرة أنا بوصل للقانون وبقول علة الشيء. لو لقيتي كلمة عرفنا أن علة الشيء هو كذا، يبقى برضو تفسير الظاهرة. لو قال لي تفسير الظاهرة ماشي، لو قال لي صياغة القانون برضو هي ماشي تفسير الظاهرة. يبقى عرفت أما الاقي كلمة حكمنا، توصلنا، علمنا، عرفنا أن علة كذا، يبقى الاختيار على طول هو تفسير الظاهرة. لو جاب لي كلمة تفسير الظاهرة هي صياغة قانون أو وصول إلى حكم أو وصول إلى قانون. يبقى ادي السؤال الأول. السؤال الثاني، الإنسان يميل إلى تبني الأفكار لا لكونها صحيحة في حد ذاتها، ولكن لكونها الأكثر تعبيرا عن رغباته وميوله. يمثل ما سبق أحد الأوهام عند بيكون. الإنسان بيميل لتبني الأفكار مش عشان هي صحيحة في حد ذاتها، لا، ده عشان هي اللي بتعبر عن رغباته وعن ميوله وعن أهوائه. العبارة دي بتمثل أحد الجوانب أو الأخطاء عند بيكون، وهي السوق ولا الكهف ولا المسرح ولا أوهام الجنس البشري. هنا ممكن ألخبط في الاختيار ما بين حاجتين. طبعا لو أنا مش عارفة هلغي السوق لأن السوق دي أخطاء اللغة، هلغي المسرح لأن المسرح اللي هو اتباع آراء السابقين واتباع النظريات القديمة. عندي حاجتين هكون متلخبطة بينهم، الكهف ولا الجنس البشري. افتكروا معايا وانا بشرح اوهام الجنس البشري قلت لكم ايه؟ الانسان بيميل، العبارة دي بالنص بتيجي، الانسان بيميل للشواهد وللأدلة وللتجارب وللأشياء لا لكونها صحيحة ولكن لكونها بتؤكد وجهة نظر. كلمة هنا كمان الإنسان ما بيقصدش بها الإنسان الفرد، لا، الإنسان بالمعنى العام. هفرق لك ما بين الكهف والجنس البشري في السؤال التالي. يبقى هنا الإجابة في السؤال ده
الإنسان يميل إلى تبني الأفكار لا لكونها صحيحة، ولكن لكونها بتعبر عن رغباته وميوله. بتمثل دي أخطاء الجنس البشري، لأننا بنميل للأشياء اللي بتأكد رغباتنا. تعالي بصي للسؤال التاني. كل فرد له أسلوبه الخاص به في تفسير الطبيعة والمشكلات، حيث أنه ينظر من خلال وسطه الاجتماعي وتعليمه وقيمه التي نشأ عليها. يوضح ما سبق أحد الأوهام عند بيكون: أوهام الكهف ولا السوق ولا أوهام الجنس البشري ولا أوهام المسرح. أظن كده الفرق ده وضح ما بين إني أعرف أختار أوهام الجنس البشري ولا أوهام الكهف. هنا خدي بالك، في أوهام الجنس اللي أنا اخترتها قلتلك الإنسان بالمعنى العام، لكن هنا أنا قلتلك إيه؟ كل فرد، كل واحد. أدي أول مفتاح، لقيت فرد. طيب أكمل، ألاقي وسطه الاجتماعي، البيئة، القيم اللي نشأ عليها، يعني بقت حاجة شخصية أنا بتاعتي. يبقى هنا بقول عليها أوهام الكهف على طول. يبقى كده عرفت أميز ازاي افرق ما بين اوهام الجنس البشري وما بين اوهام الكهف. طيب السؤال اللي بعد كده نكتب مع بعض: قائمة تجمع الحالات التي يختلف فيها مستوى الظاهرة من حيث الشدة والضعف. قائمة بتجمع الحالات اللي بتكون فيها الظاهرة شوية عالية شوية واطية، شوية شديدة وقوية، شوية ضعيفة. يشير ما سبق إلى أحد القوائم عند بيكون: قائمة الغياب ولا قائمة الإثبات ولا قائمة التدرج ولا قائمة الحضور. لو جاي أنا هنا هو متلخبطة مش عارفة أختار أنهي قائمة من القوائم، هديكوا برضو معلومة وانت بتختاري الإجابات. لما الاقي قائمة عندي مكتوب قائمة الإثبات وعندي مكتوب قائمة الحضور، مش قائمة الإثبات هي قائمة الحضور. لما جيت رتبت لكم في القوائم قلت لك قائمة الحضور أو قائمة الإثبات، الاتنين واحد. لو ما بلاقي قائمة الإثبات وقائمة الحضور أروح لاغية الاتنين على طول. بيفضل عندي اختيارين: قائمة الغياب وقائمة التدرج أو قائمة التفاوت النسبي، الاتنين برضو واحد. قائمة الغياب يعني الظاهرة والصفة دي مش موجودة نهائي بنسبة 100%. لكن قائمة التدرج أو التفاوت النسبي، افتكري معايا وأنا بشرح قلتلكوا إيه؟ هي قائمة بتوجد فيها الظاهرة وبتوجد فيها الصفة، وبتتراوح ما بين الشدة وما بين النقصان، ما بين القوة وما بين الضعف. تو ما تلاقي كلمة في السؤال ده بتوجد فيها الظاهرة ما بين الشدة والضعف، ما بين النقصان وما بين القوة، ما بين الوجود وما بين الغياب، لو ما تلاقي التضاد ده تعرفي على طول انها قائمة التدرج. يبقى تو ما الاقي كلمتين عكس بعض في السؤال زي الشدة والضعف، وجود وغياب، نقصان وقوة، لو ما تلاقي المتضادات دي تعرفي على طول انها قائمة التدرج او التفاوت النسبي. السؤال اللي بعديه: من يسير مع الجموع لن يذهب لأبعد ما تذهب إليه الجموع. من يسير مع الجموع لن يذهب لأبعد ما تذهب إليه الجموع. يجب إثبات نظريتك بعقلك لا بآراء السابقين، لا بآراء السابقين. يشير ما سبق إلى أحد الأوهام التي يجب أن نتجنبها: أوهام السوق، أوهام المسرح، أوهام الجنس البشري، أوهام الكهف. عايزة أسمع منكم أطلع فين مفتاح الإجابة من العبارة: اثبت نظريتك بعقلك لا بآراء السابقين. ما تتأثرش بآراء السابقين. أنهي
كهف أو أنهي جانب أو أنهي وهم أو أنهي خطأ اللي أنا بتبع فيه آراء السابقين ونظريات السابقين من غير تفكير. بالظبط. تو ما الاقي آراء السابقين، نظريات السابقين، آراء القدماء، أقوال المشاهير، على طول دي بقول عليها أوهام المسرح اللي الإنسان بيتبع فيها آراء السابقين وبيمشي ورا النظريات التي فرضت سيطرتها على العقل. طيب تعالي بقى نشوف نوع تاني من الأسئلة، بس لما بيلعب لي بالاختيارات، ما يجيبليش كلمة أوهام الكهف أو المسرح أو السوق صراحة، لا ده بيلعب لي فيها بالمعاني. تعالي نشوف سؤال جايب من النوعية دي. العقل عليه أن يتطهر من أوهامه التي نشأ عليها. العقل عليه أن يتطهر من أوهامه التي نشأ عليها من البداهة الفردية التي تدفع الناس إلى التعلق المفرط بالتجربة الذاتية. بداهة فردية، تعلق الناس بالتجربة الذاتية، ذاتيتي أنا، فرديتي أنا، شخصيتي أنا اللي نشأت في مجتمع ما. يبقى الاقي فرديتي، تجربتي الذاتية، ده يوم ما الاقي حاجة فيها فردية، تجربة ذاتية، تجربة شخصية، يبقى على طول الأوهام اللي بتخصني أنا لوحدي بس اللي هي أوهام الكهف. طيب تعالى شوف بقى الاختيارات. بيقول لي تدعو المقولة السابقة إلى التخلص من أحد الأوهام، وهي التي ترتبط بالظروف الحياتية للفرد، ولا التي يشترك فيها جميع البشر، ولا التي تنشأ من غموض اللغة، الاختيار الأخير، أو التي تنشأ من الخضوع الأعمى للفكر الراقي. ما جابليش أي اختيار صراحة من الأخطاء الأربعة. تعالي نفكر كل اختيار. التي ترتبط بالظروف الحياتية الشخصية الفردية، ايه هي الوهم او الجان او الوثن اللي بيرتبط بظروف الفرد ونشأته وحياته الخاصة؟ دي الكهف. طيب الأخطاء اللي بيقع فيها جميع الجنس البشري، اللي دي الأخطاء الجنس البشري أو أخطاء القبيلة. التي تنشأ من غموض اللغة، إيه الأخطاء اللي بتنشأ من غموض اللغة؟ اسمها إيه؟ اللسوق. ولا الأخطاء اللي بتنشأ من الخضوع الأعمى للفكر الرائج؟ إيه هو الخضوع الأعمى للفكر الرائج؟ يعني اتباع السابقين وآراء السابقين. يبقى دي المسرح. يبقى أنا عرفت كل اختيار بيمثل أنهي جانب سلبي، أو أنهي كهف، أو أنهي وهم. لما بقول الحاجات التجربة أو الذاتية الشخصية أو الفردية، يبقى على طول التي ترتبط بالظروف الحياتية للفرد اللي هي أوهام الكهف. كده فهمنا لما بيلعب بالمعاني أنا بفسر كل اختيار ده بينتمي إلى أن وهم أو أنهي وثن. السؤال اللي بعد كده اللي أنا نبهتكم فيه قوي، يقول فرانسيس بيكون: لو بدأ الإنسان بالمؤكدات لانتهى إلى الشك، ولكن لو بدأ من الشك لانتهى إلى المؤكدات أو اليقين. تدعو هذه المقولة إلى أحد الجوانب عند بيكون. لو بدأ الإنسان من المؤكد هينتهي إلى الشك، لكن لو بدأ من الشك، ابتدي من الشك، هوصل إلى الجانب المؤكد أو الجانب الإيجابي. أنا حلتها لك أهو. تدعو هذه المقولة إلى أحد جوانب منهج بيكون: الجانب الإيجابي، ولا خطوات البحث، ولا الجانب الهدمي، ولا الجانب البنائي. خدوا بالكم معايا، فأول ما شرحت قلت لكم هو بدأ بالجانب السلبي أو الهدمي أو الجانب الشك اللي بيشكك فيه كل المعلومات اللي أنا أخدتها، وبعد ما خلص الجانب الشكي والجانب السلبي والجانب الهدمي وصل إلى الجانب الإيجابي، وأنا قلت كلمة اليقيني أو خطوات البحث.
يعني العبارة دي بتدللي على الجانب السلبي أو الهدمي عند بيكون. عشان كده قلت لكم خدوا بالكم، أنا قلت الجانب سلبي أو جانب هدمي أو الجانب الشكي. بدأت بالشك ووصلت إلى الإيجاب أو المؤكد أو اليقين. طيب هفترض معاكي إن أنت ما أخدتيش بالك مني وأنا بشرح الجزئية دي. تعالي ناخد بالنا من حاجة في الاختيارات. خدي بالك، قال لي الجانب الإيجابي ولا خطوات البحث ولا الجانب الهدمي ولا الجانب البنائي. طب ما أنا الجانب الإيجابي هو خطوات البحث، هو الجانب البنائي. لما يجيلي الاختيارات اختيارين أو ثلاثة، الثلاثة بمعنى واحد ولكن الاختلاف في الكلمات، ألغي الثلاثة على طول، لأن الجانب الإيجابي عند بيكون هو الجانب البنائي، هو خطوات